يروحن ويا هاي المرة العجوز، وقالت إلهن إحنا ما نعرف هاي منين، وإذا تروحن وياها خاف يصير عليكن شي. فظلت هاي المرة العجوز واقفة مسافة عن أهل الجنازة وتباوع لهم بنظرات غريبة، وبعدها انصرفت بين القبور واختفت. طبعا تقول المرة اللي نقلت القصة إنه أني أبد ما ارتاحيت لهاي المرة العجوز، وشكيت بيها إنه هي كذابة، ومو نيتها إنه بناتي يدورن على قبر ابنها، وعدها غير نية، لأن كانت ملامحها غريبة وهيئتها ومظهرها بالكامل يوحي إنه هي عدها شي. لذلك أنا خفت على بناتي وما خليتهن يروحن وياها. كلكم تعرفون إنه بالعراق بعد ما يتوفى الإنسان ب7 أيام أهله يسووا له ثواب ويعزمون الناس والجيران، وهذا اليوم يسموه يوم السابع، يعني مار 7 أيام على المتوفي. فيجون الناس والجيران وأقارب المتوفي الأهل المتوفي ويقروا له الفاتحة ويسووا له مجلس عزاء وياكلون الأكل على ثواب روحه وينصرفون. فزوجة المتوفي اللي تنقل القصة تقول كنت أفتر على النسوان الحاضرات بالمجلس وأوزع لهن الأكل، وأنا جاي أفتر وأقدم لهن الأكل انصدمت إنه المرة العجوز اللي شفناها بالمقبرة تدور على قبر ابنها كانت حاضرة ويا النسوان ببيتنا. تقول المرة كلش انصدمت من شفتها وكانت تباوع علي وتضحك بنص مجلس العزاء، فانصدمت وقلت لها انت منين تعرفينه؟ مو نفسك اللي شفناش بالمقبرة؟ شلون اندليت بيتنا وشلون اجيتي؟ فتقول المرة العجوز باوعت علي وقالت لي ايه صحيح، شنو هاي الصدفة؟ انا جاية يم جيراننا ثالث فرع عنكم،